طلابنا حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجاله تالتة ثانوي وحشني كتير. معلش بقى غصب عننا مضغوطين جدا جدا مع اولى وتانية في مراجعات شهر اكتوبر، وان شاء الله النهارده بنصور لكم مراجعه الجبر الوحده الاولى جبر. عاملين ورشه جامده جدا. عامل لك في كل ورشه بقى ملخص قوانين المنهج على الوحده الاولى، وبعد كده شويه اسئله. خلي بالك الاسئله دي من النماذج الاستكشافيه بتاع السنه اللي فاتت على التعديل الجديد، يعني ما بيخرجش عنها الامتحان. تخيل اللي انت بتحل دلوقتي معايا اللي جاي لك في الامتحان اخر السنه. يلا بينا نسمي الله ونصلي على النبي ونبدا مع بعض النهارده نقرا النظري وبعدين نخش على الامثله. تعال نشوف مع بعض. بيقول لي اول حاجه عندي، بيقول لي يا مستر نظريه ذو الحدين. ماشي يا عم عمرو مالها؟ بيقول لي نظريه ذو الحدين دي الطرف الايسر مفكوك الطرف الايمن. ماشي مفيش مشكله. مرتبط حسب قوه س التنازليه. ماشي. ومرتبط حسب قوة س التنازلية وحسب قوة ص التصاعدية. يعني يكون المفكوك حسب قوة س التنازلية إذا كان أس الرمز س في الحد الأول أكبر من أس الرمز س في الحد الثاني. تمام مفيش أي مشكلة، هنشوف الكلام ده بس عايزك تستحملني شوية. تمام. بيقول لي أن أس س داخل القوس تنازليا والعكس إذا كان حسب قوة س التصاعدية. طيب رقم 2 بيقول لي إذا كانت الإشارة بين الحدين الطرف الأيسر سالبة فالحدود ناخذ الاول الاشاره موجبه ثم الثاني سالبه وهكذا. تاني يعني لما بتكون الاشاره سالبه يعني بتاخد الاول موجب ثم سالب موجب ثم سالب وهكذا. تمام مفيش اي مشكله. طب ما تيجي يا مستر تخش على القوانين كده على طول. حاضر. رقم 3 بيقول لي قاف اس القوه ودليل قاف اللي هي عارف ايه التوفيق. مفيش اي مشكله. رتبه الحد ناقص واحد. رقم 4 بقى عدد حدود المفكوك بتساوي اس القوس زائد واحد. يعني لو الأس عندي بتلاتة يبقى العدد كام كله على بعض؟ 4. في حالة ما بداخل القوس مكون من حدين لازم إذا كان عدد الحدود بداخل القوس بيساوي م وعدد حدود المفكوك عند فكها تكون مختلفة، يبقى عدد الحدود بتساوي ن. ركز معايا بقى بالله عليك. اللي هي ق أس ن زائد م ناقص واحد، يعني النون اللي عندي موجودة عدد الأس اللي موجود زائد الميم ناقص واحد ق ن. مفيش أي مشكلة. إذا كان عدد الحدود بالمفكوك أصلا من حدين وعند الفك نوجد حدود متتالية. يعني ايه اكثر من حدين؟ فان عدد الحدود بيساوي 2 ن زائد 1، يعني لو في 3 او 4 او 5 وهكذا. خلي بالك من النقطة دي عشان مهمة جدا برضه. عايزك تستحملني معلش، هنقرا النظري وبعد كده نخش على العمل. رقم 5 بيقول لي اذا اردنا الحصول على مجموع معاملات اي مفكوك بنعوض عن اي متغير داخل القوس بالعدد واحد. مفيش اي مشكلة. طيب الحد العام بقى هنخش ايوه كده على القانون بقى مستر. حاضر. الحد العام بيقول لي ح ر زائد واحد بتساوي ن ق ر. مفيش اي مشكله. الاول اس ن ناقص ر ماشي، في الثاني اس ر مفيش اي مشكله. ومعامل ح ر زائد واحد بيساوي ن ق ر. معامل الاول ن ناقص ر في معامل ثاني هو نفس القانون بس ده بتكلم عن المعامل بس. حيث ن وراء عدد طبيعي، يعني ن اقل من او يساوي ر والنون اكبر من الواحد. طيب ملاحظات مهمه جدا. انا عارف ان هي بالنسبه لك رخمه ولكن لما نيجي نحل هنبص فيما بعد ان الحل ده جميل جدا جدا جدا. بيقول لي ايه؟ اذا كان المطلوب ح م من النهايه، لو بيطلب لي من النهايه في مفكوك س زائد ص كل اس ن. مفيش اي مشكله يا مستر. نحصل على ح م من البدايه وبنعكس اللي جوه، يعني هتبقى ص زائد س كل اس ن. مفيش اي مشكله. او رتبه الحد من البدايه بتساوي عدد حدود المفكوك زائد واحد ناقص رتبه الحد من النهايه. طيب بعد كده بيقول لي رقم 2 حسب قوه س التنازليه، تعني اس السين في الحدين داخل القوس تنازليه. ماشي. حسب قوه س التصاعديه، تعني ان اس السين في الحدين داخل القوس برضو تصاعديه. ده لو تصاعديه، يعني لو تنازليه تبقى تنازليه، تصاعديه تبقى تصاعديه. مفيش اي مشكله. القاعده عندي بتاعه الجمع وتعالى نشوفها. لو قال لي س زائد ا في كل اس ن زائد س ناقص ا في كل اس ن، واحده موجب وواحده سالب، بقول 2 واجمع الحدود الفرديه. طيب ماشي يا مستر. وبعد كده بقول خلي بالك في ناس بتتضايق من القوانين ولكن هي دي اللي هتفتح لنا كل حاجه. انا عارف ان هي بتبقى الموضوع رخم شويه بس انا بقرا لك القوانين وبفكرك بيها وبخش احل. يعني اهم حاجه الحل بس هناخد ربع ساعه بسيطه كده بس في القوانين. لو قال لي س زائد ا في كل اس ن ناقص س ناقص ا في كل اس ن، بقول الاثنين بس جميع الحدود بتاعتي الزوجيه. ماشي. مفيش اي مشكله. اظن طبعا انت فاكر الكلام ده كويس. عندي ملاحظات بسيطه بس تعال نشوفها مع بعض. بيقول لي س زائد ص كل اس ن زائد س ناقص ص كل اس ن. ماشي يا مستر مالها عايز تقول ايه؟ بيقول لي اذا كان قيمه ن عدد فردي ولو ن عدد زوجي. ماشي.
لو ن عدد فردي عدد الحدود بعد التبسيط بيساوي ن زائد 1 على الاثنين، انما لو عدد فردي ن على الاثنين زائد 1. ماشي. طب لو عندي س زائد ص كل اس ن ناقص س ناقص ص كل اس ن، وكانت قيمه ن عدد فردي، واذا كانت قيمه ن عدد زوجي، عدد الحدود بتاعي بعد التبسيط بقول ن زائد 1، وعدد الحدود بتاعي بعد التبسيط بقول ن على الاثنين على طول، مفيش هنا 1. ماشي. بيقول لي في مفكوك 1 زائد س كل اس ن، مهم جدا بيجي عليه اسئله كتير قوي، هنحل عليه اسئله كتير النهارده قوي. ن ق صفر زائد ن ق 1 س، مفيش اي مشكله، زائد ن ق 2 س تربيع. طبعا بالراحه، انا ببدا ازاي وبنتهي ازاي؟ انا عندي الواحد ده كده كده ملوش اي لازمه. ماشي. يبقى ن ق صفر زائد ن ق 1 س اس 1، س طبعا عندي بتزيد، مفيش اي مشكله. النسبه بين حدين متتاليين، وده يعتبر الدرس التاني. بيقول لي اذا كان ر ح ر وح ر زائد 1 حدين متتاليين في س زائد ص كل اس ن، فان ح ر زائد 1 على ح ر بتساوي القانون بتاعنا الشهير ن ناقص ر زائد 1 على ايه؟ ر في الثاني على الاول. طيب لو معامل يا مستر نفس الكلام، بس بدل الثاني على الاول معامل الثاني على معامل الاول، ورتبه الاكبر فوق في البسط. ماشي. مهمه جدا، هنحل عليها كتير برضه. طيب عشان انت ما تقولش مني انا بحاول اجيب لك كل درس قوانين وكده، وبعد كده نخش نحل على طول. هنبدا اكبر معامل في مفكوك ذو الحدين. ماشي. لايجاد اكبر معامل بنعمل ايه بقى؟ الطريقه الاولى، ركز معايا. هنقول م ح ر زائد 1 على م ح ر بتساوي القانون بتاعنا الجميل اللي هو ن ناقص ر زائد 1 على ر في معامل تاني على معامل الاول بس جوه مقياس، خلي بالك منها بس، مفيش اي مشكله. ومديني القانونين بتوعها، مره اكبر من او يساوي، ومره اقل من او يساوي الواحد. طيب الطريقه الثانيه، الرتبه بتاعتي لو في معامل لس ومعامل لايه؟ لص، مفيش اي مشكله، بنقول ن زائد 1 مضروبه في مقياس ب على ا، لو تفتكر 1 زائد ب على ا جوه المقياس برضه. بعد كده بنقول ن زائد 1 مقياس ب على مقياس الالف زائد مقياس الب، ومهم جدا القانون ده وهنشتغل عليه. تاني بيقول لي اذا كانت م كسر، بالراحه، واذا كانت م عدد صحيح. لو م كسر فرتبه الحد بتساوي العدد الصحيح الاكبر مباشره، لكن لو م عدد صحيح يوجد حدان رتبتهم م وم زائد ايه؟ 1 متساويه. ملحوظه بسيطه، مفكوك 1 زائد س كل اس ن، الملحوظه دي مهمه جدا. اذا كان ن عدد زوجي وعدد فردي، لو عدد زوجي يبقى معامل الحد الاوسط هو اكبر معامل، انما لو عدد فردي معامل الحدين الاوسطين متساويين ومعامل كل منهما اكبر معامل. لايجاد اكبر حد في مفكوك ذو الحدين. ماشي يا مستر، بالراحه. لايجاد اكبر حد في مفكوك ذو الحدين، الطريقه الاولانيه بنحصل على ر ح ر زائد 1 على ح ر بتساوي ن ناقص ر زائد 1 على ر في الثاني على الاول جوه المقياس طبعا، وبرده نفس الايه؟ القوانين بتاعتنا، خلي بالك منها. الطريقه الثانيه برده نفس الكلام بالظبط، مفيش فيها اي مشكله، خلي بالك منها برده. عندي الحد الاوسط في مفكوك ذا الحدين، ماشي، او ذات الحدين، مفيش اي مشكله يا مستر، بالراحه بقى عشان دي مهمه جدا. الاوسط على طول بنلخبط فيه. اذا كان الاس عدد زوجي وعدد فردي، لو عدد زوجي يبقى عدد الحدود الفرديه، ولذلك فيوجد حد اوسط واحد بس اللي هو الاس على الاثنين زائد 1. لكن لو عدد فردي عندي كام اوسط؟ 2، الاس زائد 1 على الاثنين والاس زائد 3 على الاثنين. ايجاد الحد المشتمل، اخر درس، بالراحه. لايجاد الحد المشتمل على قوه معلوميه للرمز س، وليكن س م، نتبع الاتي: 1 عشان اجيب الحد المشتمل نحصل على ر ح ر زائد 1 من المفكوك المعطى، تمام. بعد كده نجمع طبعا قوه س في ح ر زائد 1، بعد كده نساوي مجموع قوه س بعد ما نجمعها. طبعا هيقول لي على الحد المشتمل مثلا حد خالي س اس كذا، هنساويهم ببعض ونبدا نشتغل. اخر ملحوظه عندي بيقول لي ايه؟ حد الخالي يعني س اس صفر، وعندي ر، بص ركز معايا، لا تنتمي لصب الموجب، هذا يعني عدم وجود الحد المشتمل على القوه المطلوبه، ما عنديش حد مشتمل. في مفكوك س اس ا زائد س اس ب اس ن، الحد المشتمل عندي هنا اللي هو س اس ك، بجيبه ازاي بقى؟ بقول ر بتساوي ا ن ناقص ك على ا ناقص ب، ونفس الكلام في المفكوك ده خلي بالك منه، وبعمل نفس طريقه المضروب. طيب صدعت، عارف، كملناش 8 دقايق 9 دقايق 10 دقايق، ولكن الدنيا معايا هتبقى 100 100. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض بالاسئله عشان نقارن. يا حبايبي نخش على الاسئله ونبدا مع بعض باول سؤال. بيقول الحد الخامس من النهايه في مفكوك س تربيع ناقص 1 على س كل اس 20 حسب قوه س التنازليه يساوي ايه؟ زيد النبي كمان صلاه وبجاحه واحده.
هو بيقول لي من النهايه، لا انا هخليه من البدايه يا مستر. ايه المقابل؟ ان انا بعكس، يبقى سالب واحد على س زائد س تربيع الكل اس 20. يلا يا باشا هات لي ح 5. ح 5 بتساوي 20 ك 4 في التاني اللي هو س تربيع الكل اس ر اللي هي 4 في الاول اللي هو سالب واحد على س الكل اس 20 ناقص 4 اللي هي 16. ماشي، يبقى 20 ك 4 في 2 س اس 2 اس 4 يبقى س اس 8 في سالب 1 اس 16 بواحد. وهنا س اس 16 بس اس 16 هنختصر دي مع دي يبقى 20 ك 4 في س اس 8. س اس 8 هتطلع فوق بس اس سالب 8 يبقى 20 ك 4 س اس سالب 8. ونحلها؟ لا ده هو عايزها، ماشي مفيش اي مشكله. تعال نشوف السؤال الثاني. في مفكوك 7 س زائد 6 على س تربيع كل اس 12 حسب قوه س التنازليه، فان الحد الخالي ايه؟ ماشي، ما دام قال لي الحد الخالي او قوه س يبقى ح ر زائد 1 بتساوي، ركز معايا بالله عليك، 12 ك ر في 6 على س تربيع الكل اس ر في 7 س الكل اس 12 ناقص ر. مفيش اي مشكله، ركز معايا. حلو السؤال ده، ماشي يا مستر كمل يلا يا باشا. مفيش اي مشكله، يبقى 12 ك ر في 6 اس ر. هات الرقم السبعه ده، في 7 اس 12 ناقص ر في، هات لي السين اللي تحت، س اس 2 هضربها في ايه؟ يبقى س اس 2 ر، وعشان في المقام تطلع في البسط يبقى س اس سالب 2 ر في س اس 12 ناقص ر. جمع لي السينات مع بعض، دي يبقى س اس 12 ناقص 3 ر. ليه يا مستر؟ 2 ر وسالب ر يبقى سالب 3 ر بيساوي الحد الخالي س اس صفر، يبقى 12 ناقص 3 ر بتساوي صفر. اودي بعكس الاشاره يبقى 3 ر بتساوي 12. هقسم على 3 على 3 يبقى ر عندي بتساوي 4. لما كل ر بتساوي 4 يبقى ح بتساوي كام؟ 5. هو عايز ايه؟ ماشي عايز ح 5. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي الحد الخالي من س في مفكوك س ناقص 1 على س كل اس 20 حسب قوه س التنازليه. نفس السؤال، يبقى ح ر زائد 1 بتساوي 10 ك ر. مفيش اي مشكله، في سالب 1 على س الكل اس ر في س الكل اس 10 ناقص ر يبقى 10 ك ر في سالب 1 اس ر في س طبعا اس 1 في ر في س اس ر، بس هطلعها فوق بالسالب يبقى س اس سالب ر في س اس 10 ناقص ر. جمع الس يبقى س اس 10 ناقص 2 ر، جمعتهم مع بعض بيساوي س اس كام؟ صفر. يبقى 10 ناقص 2 ر بتساوي صفر، وادي بعكس الاشاره يبقى 2 ر بتساوي 10 على 2 على 2 يبقى ر بتساوي كام يا عم انور؟ 5. يبقى الحاء عندي بتساوي 6. ماشي ماشي يا حاج انور. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بقى بيقول لي معامل الحد الذي يحتوي على س اس 3 في مفكوك 1 زائد 2 س كل اس 10. ماشي معامل، حاضر يا مستر. ح ر زائد 1 برضه بتساوي 10 ك ر في 1 اس ر في 2 س اس 10 ناقص ر. مفيش أي مشكلة يا مستر. يبقى هو عايز المعامل 10 ك ر في 1 اس ر في 2 اس 10 ناقص ر في س اس 10 ناقص ر. هات لي ال 10 ناقص ر دي، 10 ناقص ر بتساوي ايه؟ س تكعيب يعني بتساوي 3. ودي ال 10 بعكس الاشاره يبقى سالب ر بتساوي سالب 7. سالب هتطير مع السالب، ر بتساوي كام يا مستر؟ 7. ر بتساوي 7، عوض يلا في القانون بتاعك يبقى 10 ك ر بتساوي 7 7 في 1 اس 7 في 2 اس 10 ناقص 7 3. طيب يبقى 10 ك 7 في 1 اس 7 بواحد في 2 اس 3 ب8. يبقى هو عايز الناتج؟ لا يبقى 8 ك 10 اس 7 اللي هي لو جينا عملناها 8 ك نطرح ده من ده 10 اس 3. في اي مشكله؟ موجوده يا مستر؟ موجوده. الاجابه عندي رقم ج. خلي بالك بقى عشان السؤال ده مهم جدا 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 جدا. مفيش اي مشكله. تعال نشوف السؤال رقم 5. بيقول لي في مفكوك ا ناقص ب كل اس ن حسب قوه ا التنازليه، فاذا كان مجموع الحدين الخامس والسادس.
بتساوي صفر، يعني ح 5 زائد ح 6 بتساوي صفر. يعني ممكن اقول ان ح 6 بتساوي، وادي دي بعكس الاشاره سالب ح 5، هقسم على ح 5 على ح 5، يعني ح 6 على ح 5 بتساوي، طيب دي مع دي سالب 1 على 1 اللي هو سالب 1، مفيش اي مشكله. يلا نعوض بينا، يلا يا مستر. ح 6 ركز معايا، بوس ايدك عشان مهمه جدا. ح 6 اللي هي ن ناقص 5 زائد 1 على 5 في التاني ناقص الاول سالب ب على الف على الاول قصدي، كل ده بيساوي سالب 1. يبقى ن ناقص 4 بسط دي على 5 في ب على الف بيساوي 1، السالب طارت مع السالب. وادي دي يبقى تعكسها، يبقى أ على ب هيساوي ن ناقص 4 على 5. موجودة؟ ن ناقص 4 على 5، هو عايز أ على ب، ن ناقص 4 على 5. ماشي، الإجابة رقم د. مفيش أي مشكلة. صعبة يا باشا؟ صعبة يا سيدي، ركز معايا بالله عليك عشان مهمة جدا جدا جدا. يلا بينا. بيقول لي في مفكوك س زائد 2 على س تربيع كل أس 8 حسب قوة س التنازلية إذا كانت الحد الأوسط يساوي 70. الحد الأوسط ماشي. دي النبي كمان صلى بجراحة واحدة واحدة. الأوسط عندي هنا بيساوي 8 زائد 2 عدد زوجي على الاثنين، 10 على 2 فيها كام؟ الخمسة. يعني قصده يقول لك إن ح 5 بتساوي كام يا مستر؟ 70. هات لي ح 5. حاضر، ح 5 اللي هي 8 ق 4 في، ركز معايا عشان السؤال ده مهم جدا، س أس 4 في 2 على س تربيع كل أس 8 ناقص 4. حلو، كمل. 8 ق 4 هنجيبها بقى حاسبه بسرعه، ماشي. 8 ق 4 ادي 8 ق 4 طلعت معايا ب 70. ماشي، في س أس 4 في 2 أس 4، 2 أس 4 بكام؟ 16 على س أس 2 دي 4، س أس 2 في 4 بس أس 8، دي س أس 4. ماشي يا مستر، كل ده المفروض بيساوي كام؟ 70. س أس 4 هيفضل هنا س أس 4، 70 مع 70 ودي ال 16 يبقى س أس 4 بتساوي 16. هاخد الجذر يبقى س بتساوي موجب أو سالب 4. موجود عندي؟ طيب ركز معايا. أنا باخد جذر ال 16 4. ماشي مفيش أي مشكلة، ركز معايا. يبقى س لا أنا آسف، دي س أس 4 يعني. يبقى آخد الجذر الرابع، يبقى س هتساوي، ركز، موجب او سالب 2. صعب يا باشا؟ صعب يا سيدي؟ موضوع صعب. يلا بينا. فين هي؟ اهي. يلا بينا. بيقول لي اذا كان ص اس 3 زائد س اس 4 كل اس ن ك س اس 12 ص اس 12 زائد كذا، فان قيمه ك بيساوي ايه؟ زيد النبي كمان صلاه براحه واحده واحده. يلا بينا. اجيب ح ر زائد 1 مفيش اي مشكله، بيساوي ايه؟ ن ق ر في التاني اللي هو س اس 4 وكل اس ر في الاول ص اس 3 وكل اس كام يا عم انور؟ ن ناقص ر. مفيش اي مشكله. صعب يا سيدي؟ لا مش صعب. بص يا مستر بقى بالراحه واحده واحده. يعني ن ك ر في س اس 4 ر في ص اس 3 في ن ب 3 ن ناقص 3 في ر ب 3 ر. صح كده؟ طيب هو كان عندي هنا السين بكام؟ والصاد بكام؟ كان عندي هنا السين اس 12 والصاد اس 12. ماشي. خد لي السين يبقى 4 ر بتساوي 12، هقسم على 4 على 4 يبقى ر بتساوي 3، مفيش أي مشكلة. خد لي دي 3 ن ناقص 3 ر برضه بتساوي 12، ولكن عندي ر ب 3 يبقى في 3 في 3 يبقى 3 ن ناقص 3 في 3 ب 9 بيساوي 12، ودي بعكس الإشارة يبقى موجب 9. ماشي، يبقى 3 ن بتساوي عندك 12 و9 ادي 21، هقسمها على 3 على التلاتة يبقى ن بتساوي كام يا مستر؟ 7. ماشي. هو انت كنت عايز ايه يا مستر؟ كنت عايز ايه؟ كاف. انا طلعت ن ب7. ماشي. احنا كنا قايلين ايه؟ ن كاف ن ق بقى. ن ق ايه بقى؟ ركز معايا. احنا جبنا الن ب7 وجبنا ر بكام؟ ب3. المعامل بتاعي كان ن اللي هو ب7 ق
ر ب3 7 ق 3. تعال نجيبها على الآلة الحاسبة يلا. مفيش أي مشكلة. المفروض أصلا دي بتساوي إيه؟ ك اللي هي دي 7 ق 3 طلعت معايا كام يا عم انور؟ 35. يبقى ق بتساوي 35. ركز معايا اتأكد تاني. هنقول شيفت على 7 شيفت على 3 مفيش أي مشكلة. طلعت معايا بنفس الكلام مفيش فيها أي مشكلة. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي معامل الحد الأوسط في مفكوك. ركز معايا بص إيديه. 1 زائد 3 س زائد 3 س تربيع زائد س تكعيب كل أس 4. إيه المعامل بتاعي؟ طيب ماشي. بيقول لي بما أن 1 زائد، نغير بس اللون عشان اللون ده مش باين. بما أن 1 زائد 3 س زائد 3 س تربيع زائد 3 س تكعيب هيساوي إيه يا مستر؟ 1 زائد س وكل أس. عندي أجمع ده كله مع بعض هيقول الأس كل أس كام يا مستر؟ 3. مفيش أي مشكلة. صعبة؟ طيب 1 زائد س الكل أس 3 الكل أس 4 اللي هو الأس اللي فوق ده. ماشي اللي هو كام يا مستر يعني؟ اللي هو 1 زائد س الكل أس كام يا عم أنور؟ 3 ب 4 ب 12. صعبة؟ طيب صعبة؟ طيب يبقى المعامل بتاعك بيساوي إيه؟ بالراحة واحدة واحدة. زدت من النبي كمان صلاة عليه أفضل الصلاة والسلام يا مستر. خلصت المفكوك بتاعي. يبقى الحد الأوسط بتاعي بيساوي كام؟ 12 زائد 2 على الاثنين يعني 14 على 2 فيها كام؟ السبعة. ده الحد الأوسط يعني حاجة كام؟ 7. مفيش أي مشكلة. هو عايز المعامل بتاعها 7 يبقى 12 ق 6. صعبة؟ صعبة يا ولاد؟ طيب تعالى نشوف. يلا بينا يا حبايبي نخش على السؤال رقم 9. بيقول لي إذا كان 1 زائد س زائد س تربيع كل أس 9 بتساوي ماشي. فإن ألف 1 ألف 2 ألف 4 زائد ماشي. زيد النبي كمان صلاة وبراحة واحدة واحدة. دي ألف صفر على ما أظن. ماشي مفيش أي مشكلة. طيب تعالى نظبط المسألة دي ونعملها مع بعض. يلا بينا. هنعوض عن س بواحد. يلا يا باشا. يبقى نعوض هنا بواحد. 1 زائد 1 زائد 1 3 أس 9 بتساوي ادي ألف صفر زائد ألف 1 زائد ألف 2 زائد ألف 3 زائد ألف 4 لأنها بواحد أس أي حاجة يدينا 1. ونعوض عن س بسالب 1 يبقى سالب 1 وموجب 1 صفر يبقى 1 يبقى 1 أس 9 بتساوي ألف أس صفر سالب 1 يعني سالب ألف 1 ماشي زائد ألف 2. طبعا هيطلع 1 سالب 1 موجب الأس الزوجي والفرق ناقص ألف أس 3 لأن لو عوضت عن س زائد ألف أس 4 مفيش أي مشكلة. نجمع الاتنين مع بعض 3 أس 9 نعملها على حاسبة تطلع معايا ب 19684 بتساوي. جمع يا باشا يلا. يلا يا مستر حاضر اصبر. ألف أس صفر مع ألف أس صفر يبقى 2 ألف أس صفر. دي هتجمع دي عشان 1 سالب 1 موجب ودول هيتجمعوا يبقى زائد 2 ألف تربيع. 3 مع 3 عشان 1 سالب 1 موجب يبقى زائد 2 ألف أس 4 ألف 4 قصدي. ماشي أقسم على الاتنين يبقى ألف صفر زائد ألف تربيع 2 زائد ألف 4 وهكذا بقى. كل ده بيساوي 19684. نقسمها على الاتنين مفيش أي مشكلة. تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا 9841 ونص اللي هي لما أقربها 9842. تعال نخش على السؤال رقم 10. معامل س أس 5 في مفكوك 1 زائد س تربيع مفيش أي مشكلة. طيب زيد النبي كمان صلى. تعال نفك يلا. هنقول إيه؟ نوحد المعاملات. 5 ق ر 1 مضروبة في 1 في س تربيع كل أس ر في 4 ق ك. واحدة ر يبقى واحدة ك مثلا أي رمز يعني. ماشي في 1 في عندك س أس ك مفيش أي مشكلة. يبقى 5 ق ر في 4 ق ك في 1 س يلا يبقى س هنا أس 2 ر زائد ك مفيش أي مشكلة يا مستر. طيب و2 ر زائد ك بتساوي 5 ليه يا مستر؟ ما هي يا ابني اهي مفيش أي مشكلة. طيب تعالى نعوض نعمل جدول كده جميل. نعوض عن ر مرة بواحد تشوف الكفة تطلع بكام ومرة باتنين. يلا ر بواحد مفيش أي مشكلة يبقى 2 في 1 ب2 يبقى 2 زائد ك بيساوي 5 ودي يبقى ك بتساوي 3. عوض عنها ب2 2
2 في 2 ب4 زائد ك تساوي 5 ال4 سالب 4 يبقى ك بتساوي 1. ماشي يلا يا باشا اعمل معادلتك. حاضر يا مستر. يبقى 5 ق 1 في 4 ق 3 لما يكون الريب 1 يبقى ك 3 زائد 5 ق 2 في 4 ق 1. تعال نطلعها كده تشوف تطلع بكام. بالراحة واحدة واحدة. تطلع بكام؟ تطلع بكام؟ تطلع ب60. ماشي يا مستر. تعال نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 11. إذا كان أحد مفكوك س أس 3 زائد ص أس 2 كل أس ن على س أس 6 ص أس 18. ماشي. هنقول ح ر زائد 1 بتساوي ن ق ر في تاني أس ر في الأول س أس 3 في ن ناقص ر. عسل يا مستر. ماشي. يبقى ن ق ر ص أس 2 ر في س أس 3 ن ناقص 3 ر. مفيش أي مشكلة. طيب نقارنهم بإيه بقى؟ بس أس 6 ص أس 18. هات لي ص الأول. حاضر. الصاد أس 2 ر بتساوي والصاد هنا بكام؟ ب 18 على الاتنين على الاتنين يبقى ر بتساوي 9. طيب تعالى نعوض في اللي بعدها. يبقى 3 ن ناقص 3 ر بتساوي 6. الر ب9 يبقى 3 ن ناقص 3 ب9 27 بتساوي 6. وديها بعكس الإشارة يبقى موجب 27. يبقى 3 ن بتساوي ادي 33 يقسم على 3 يقسم على 3 يبقى ن بتساوي 11. ماشي. وعايز ايه؟ فإن عدد حدود المفكوك زدت من النبي كمان صلاة مفيش أي مشكلة. عدد حدود المفكوك هنا هو كام؟ 12. ليه؟ لأن ن عندي ب 11 يبقى عدد المفكوك كام يا عم عمر؟ ن زائد 1 اللي هو كام؟ 12. صعب الكلام؟ طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. سهل وجميل مفيش فيه أي مشكلة برضه. ركز معايا. يقول لي س تربيع زائد 2 زائد 1 على س تربيع أس 6 وعامل الحد المجتمع على س أس 2. ماشي. ظبط لي ده الأول كده يا مستر. ماشي يا مستر. عندك هنقول ده س زائد 1 على س الكل أس 2 الكل أس 6. س في س تربيع. س في 1 على س ب1 على س تربيع. الأول في التاني في 2 يبقى ب2 وس وهتطير مع س مفيش أي مشكلة. ده صح؟ ده صح. يبقى س زائد 1 على س الكل أس دي 6. 2 في 6 ب 12. عايز ح ر زائد 1 بتساوي 12 ق ر. ماشي. في اللي بعده الحد اللي بعده تاني 1 على س تربيع. لا س بس بقى. انا بصيت هنا ليه؟ انا ببص تحت. ماشي. الكل اس ايه؟ ر في س الكل اس 12 ناقص ر. طيب يبقى 12 ق ر في 1 اس ر في س اس ر بس بالسالب بقى في س أس 12 ناقص ر. ليه يا مستر بالسالب؟ عشان طلعت س فوق. يبقى س أس 12 ناقص 2 ر. جمعت دي مع دي بتساوي س أس كام؟ أس 2. يبقى 12 ناقص 2 ر بتساوي 2. واديت ال 12 يبقى سالب 12. يبقى سالب 2 ر بتساوي سالب 10. هقسم على سالب 2 على سالب 2 يبقى ر بتساوي 5. مفيش أي مشكلة. ر بتساوي 5 عوض يبقى 12 ق 5. مفيش أي مشكلة. 12 ق 5 أنهي واحدة يا مستر؟ فين دي؟ أهي. طيب تعال نشوف اللي بعده. سؤال رقم 13 بيقول لك مفكوك س تكعيب زائد 1 على س كل أس 17 حسب قوة س التنازلية. ماشي. ده سؤال مقالي يا مستر. ماشي. فإذا كان الحدان الأوسطان متساويان. ركز. يعني أقول له إيه بقى يا مستر؟ بالراحة بس واحدة واحدة. أقول له إن س تكعيب زائد 1 أس س على 17 مفيش أي مشكلة. حدان أوسطان يعني س تكعيب بتساوي 1 على س الاتنين بيساووا بعض. وسطين في طرفين يبقى س في تربيع في س تكعيب بتساوي 1. هاخد الجذر التكعيب الجذر التكعيب. ليه يا مستر؟ لا ده دي س أس 3. معلش اصبر علي اصبر علي. س أس 3 بتساوي 1 على س. معلش عشان مش باين. اهي 3 وسطين في طرفين يبقى س أس 4 بتساوي 1. تاخد الجذر الرابع. الجذر الرابع بيطلع موجب وسالب يبقى س بتساوي موجب أو سالب 1.
في اي مشكله يا شباب؟ طيب صعبه الكلام. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي يا مستر ركز معايا عشان السؤال ده مهم جدا 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 جدا. بالراحه بقى واحده واحده. بيقول لي 1 زائد ا س اس ن بتساوي 1 زائد 8 س ب 24 س تربيع، فان ا زائد ن بتساوي ايه؟ عايز ا وعايز ن. طيب زدت من النبي كمان صلاه. طيب تعالى ابدا معايا كده بالراحه واحده واحده. اقول له ايه؟ 1 زائد ا س بكل اس ن بتساوي 1 زائد 8 س زائد 24 س تربيع. هات لي المعادله الاولانيه. ايه المعادله الاولانيه يا مستر؟ بالراحه واحده واحده. 1 زائد ا س كل اس ن بتساوي 1 زائد فوق يلا، يبقى هنقول عليها ن ق 1 ماشي كده في ا س، وهنا زائد ن ق 2 في ا تربيع س تربيع. ماشي يا مستر كمل يا عم بالراحه بقى. دي بتساوي دي ماشي، يعني ن ق 1 ا س بتساوي كام يا عم انور؟ 8. ما دي بتساوي دي صح كده؟ يعني اقول له ن ق 1 ا بتساوي 8. ن ق 1 اللي هي ن ا بتساوي 8، يبقى ن ا بتساوي كام يا شباب؟ 8. اركنها على جنب. والثانيه ن ق 2 بتساوي 4 ا تربيع بتساوي 24. المعامل ده مفيش اي مشكله. ن ق 2 يبقى احولها لتباديل ماشي، يبقى اقول ن لام 2 على مضروب الايه؟ الاثنين ا تربيع بتساوي كام؟ 24 ماشي، مضروب الاثنين 2 في 1 ب 2 يبقى 2، اضرب الاثنين في 24 يبقى ن لام 2. ركز معايا عشان السؤال ده مهم جدا جدا جدا. ن لام 2 نفكها يبقى ن في ن ناقص 1 على 2 ا تربيع مفيش اي مشكله بتساوي 24. اضرب ده في ده يبقى ن ناقص 1 ا تربيع بيساوي 2 في 24 ب 8 وكام؟ 40. ماشي هنعمل ايه يا مستر؟ بص يا باشا، هنربع المعادله الاولى ونقسم الاولى على الثانيه. ماشي فين الاولى اهي؟ ربعها. حاضر. نربع الاولى ونقسمها على الثانيه. ماشي يلا نربع الاولى. يبقى ن تربيع ا تربيع على الثانيه ن ناقص 1 ا تربيع بتساوي 8 تربيع ب 64 على 48. تعال نقسم بس 64 على 48 تطلع معايا بكام يا عم انور؟ ب 4 على 3. طيب الالف تربيع هيتجمع مع الالف تربيع، والنون مع نون واحده اتفضل فوق نون على نون ناقص 1 بتساوي 4 على 3. ماشي يا مستر. نعمل وسطين في طرفين. يلا بينا يا باشا. يبقى 4 ن ناقص 4 بتساوي 3 ن. وادي النون بعكس الاشاره وهات ده بعكس الاشاره. يبقى 4 ن ناقص 3 ن بتساوي 4. يبقى النون بتساوي كام يا شباب؟ 4. زدت بالنبي كمان صلاه. طيب النون ب 4 ماشي، عوض عن النون هنا ب 4 يبقى 4 ا بتساوي، نجيب لون تاني. لحظة يا ولاد. يبقى الأربعة أ بتساوي 8 على الأربعة على الأربعة، يبقى الألف بتساوي 2. ماشي. عندي الألف بتساوي 2 والنون بتساوي 4، وعايز إيه؟ أ زائد ن 2 زائد 4 بيساوي 6. سؤال لازم أوي بصراحة. يلا يا حبايبي نخش على السؤال رقم 15 وتعالى نشوف بيقول ايه. بيقول لي معامل س اس 32. يا نهار ابيض 32. ايوه عادي. في مفكوك س اس 4 ناقص 1 على س تكعيب بكل اس 15. دي ولا كام؟ تعالى بس نتاكد منها كده معلش. س اس كام دي؟ اس كام دي يا مستر؟ اس كام دي؟ اس 15. ماشي يا عم مفيش مشكله. يلا بينا يلا بينا. ادي 15. يلا يا عم بنقول له ح ر زائد 1 بتساوي 15 ق ر في 1 سالب 1 على س تكعيب كل أس ر في س أس 4 وكل أس 15 ناقص ر. مفيش أي مشكلة يا مستر. كمل يا عم حاضر بالراحة. بتساوي 15 ق ر في، خد لي السالب 1 لوحدها، سالب 1 أس ر في، ركز معايا، س تكعيب
اس سالب 3 ر. ليه يا مستر؟ ما هو 3 في ر ب 3 ر، وطبعا قلنا بقى 100 مره نطلعها فوق تبقى سالب. في س اس 4 في 15، 4 في 15 ب 60 ناقص 4 ر. مفيش اي مشكله. صعب الموضوع كده؟ طيب تعالى نجمع السين. حاضر. يبقى س اس 60 ناقص 3 و4 7 ر. مفيش اي مشكله. احنا قلنا الس اس كام يا مستر؟ اس 32. يبقى نقول 60 ناقص 7 ر بتساوي 32. ودي 60 بعكس الاشاره سالب 60. يبقى سالب 7 ر بتساوي 32 ناقص 60 يبقى 28 بالسالب. هقسم على سالب 7، هقسم على سالب 7 يبقى ر عندي بتطلع بكام معايا؟ بالراحه واحده واحده. ر عن 3 ب4 يا مستر. طيب يا مستر يلا بينا نكمل، يلا بينا نكمل. كان بيقول لي 15 ق 4 في هنا سالب 1 الكل اس كام؟ 4 بتساوي كام يا مستر؟ سالب 1. طبعا السالب هيطير عشان الاس زوجي، يبقى 15 ق 4 في 1 اللي هي 15 ق 4. عايز حلها؟ لا. يبقى الاجابه رقم د، مفيش فيها اي مشكله. طيب بيقول لي اذا كان الحدان الوسطان في المفكوك 2 زائد س اس 35 و4 ناقص 2 س زائد س تربيع اس 35. زيد النبي كمان صلاه واحده واحده عشان السؤال ده سهل جدا جدا جدا. طيب يا مستر المفكوك ده عباره عن ايه بالراحه؟ اللي هي كانت 2 زائد س اس 4 ناقص 2 س زائد س تربيع. كل ده كان المفروض اس 35 صح كده؟ طيب زيد النبي كمان صلاه واحده واحده. يا ابني باينه وواضحه وصريحه اهي. دي كانت ايه؟ مجموع مربعين يا عم الحاج. مجموع ايه؟ مربعين. اللي هي قصدك فهمتك. يبقى 8 تكعيب 2 تكعيب اللي هي ب 8 زائد س اس 3 الكل اس 35. فيها اي مشكله يا سيدي؟ صعب الموضوع؟ طيب ركز معايا. هو الحدان بيساوي بعض، يبقى 8 بتساوي س تكعيب. هاخد الجذر التكعيبي الجذر التكعيبي يبقى س بتساوي 8. صعب يا شباب؟ نقول تاني بالراحه واحده واحده. احنا هنا يا مستر كنا بنتكلم عن مجموع مكعبين، قوس صغير وقوس كبير، فظبطنا الاثنين اس 3 وظبطنا السين تكعيب، مفيش فيها اي مشكله. صعب الموضوع؟ طيب تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال سهل جدا وبسيط. بيقول لي ايه سؤال رقم 17؟ اذا كان العدد ايه؟ جذر 3 ناقص جتا باي على 6 زائد ت جا باي على 6. طيب زيد النبي كمان صلاه. هنقول جذر 3 ناقص جتا باي على 6 اللي هي 180 على 6 تطلع معايا بكام يا مستر؟ تطلع معايا هنكتبها الاول جتا باي على 6 زائد ت جا باي على 6. طيب يبقى جذر 3 ناقص جتا 180 على 6 هنعملها اللي هي جتا 30. ماشي. جتا 30 بكام يا عم انور؟ جذر 3 على 2 زائد ت في جا 30 اللي هي بنص. ماشي مفيش اي مشكله. خلصنا دي؟ خلصنا. فيها اختصار كمان. ماشي. يبقى جذر 3 على 2 زائد نص ت، مفيش اي مشكله، او ت نص مش هتفرق معايا. وكل اس كان عامل لي الاس عندي كام المستر بتاعي؟ كل اس 6 مفيش فيها اي مشكله. كل اس كام؟ 6. حلو الكلام. يلا نحل يا مستر. ما هي خلاص كده ايه؟ يعتبر المساله اتلمت وخلصت. ماشي. هنحولها بقى مفيش اي مشكله. نحولها تاني؟ نحولها تاني بالراحه واحده واحده. هنقول ان ع بتساوي افتح قوس جذر 3 على 2 اللي هي جتا كام؟ 30 اللي هي جتا 30 زائد النص اللي هي جا 30 اللي هي جا 30 يبقى ت جا 30. وكل اس كام يا شباب؟ 6. طيب اللي هي ممكن تكون كام يا مستر؟ براحه واحده واحده. 30 اس 6 مفيش اي مشكله. 3 في 6 ب 18 يبقى جتا 180 زائد ت برضه 30 في 6 ب 18 يعني 180 يعني جا 180 مفيش اي مشكله يا مستر. طيب حولها لباي بقى. موجوده اصلا؟ لا مش موجوده. نحولها لباي يبقى جتا باي زائد ت جا باي. سؤال مهم جدا خلي بالك منه. سؤال مهم جدا وخلي بالك منه. سؤال بسيط وجميل. طيب تعال نشوف السؤال رقم 18 براحه واحده واحده. السؤال ده مهم جدا ومحترم ويحترم. بص معايا يا سيدي. بيقول لك مفكوك س تربيع زائد م على س الكل اس 10 حسب قوه س التنازليه اذا كان الحد الاوسط 7 على 216 فان م س بتساوي. يزيد النبي كمان صلاه براحه واحده واحده. الحد الاوسط هنا اللي هو يبقى كام يا باشا؟ هنقول 10 زائد 2 على الاثنين. مفيش اي مشكله يا مستر. سهله وبسيطه. يعني 10 زائد 2 على الاثنين تساوي 12 على 2 فيها 6. يعني انا بتكلم في حاجه 6 صح كده؟ ماشي. ادي حاجه 6 يا مستر.
ح 6 اللي هي كام يا عم انور؟ ركز معايا براحه واحده واحده، تعالى نعملها يلا. هنقول ايه هنا؟ 10 ق 5 في، ركز معايا بوس ايدك عشان السؤال ده مهم جدا ومحترم قوي 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 قوي. مفيش اي مشكله يا مستر، تعالى نكمل مع بعض. هنقول س اس 2 الكل اس 5 في م على س الكل اس 5. ليه؟ 10 ناقص 5 اللي هي 5. يبقى 10 ق 5 في س اس 10 في م على س اس 5. مفيش اي مشكله يا مستر، كل ده المفروض طلع معايا بيساوي 7 على 216. صعبه؟ طيب تعالى نعمل 10 ق 5 كده بالراحه واحده واحده. ادي 10 ق 5 معايا يا مستر بكام؟ وزعنا الاس. طيب 10 ق 5 طلعت ب 252 في س اس 10 في م اس 5 بقى، م هنا اس 5 مفيش اي مشكله. ليه؟ لان الاس بيتوزع عليه. س اس 5 كل ده بيساوي 7 على 216. س اس 5 هتروح مع س، اتفضل 252 في س اس 5 م اس 5. كل ده بيساوي 7 على 200 وكام؟ و16. اضرب هنا في 1 على 252 وهنا في 1 على 252. مفيش اي مشكله، اما دول هيتجوا مع دول يبقى س اس 5 م اس 5 بيساوي، تعال نضرب دول في بعض، طلع معايا 1 على 7776 على مصر. مفيش اي مشكله. طيب يبقى س م الكل اس 5 بتساوي كام؟ 1 على كام بقى؟ تعالى نعملها كده. طيب تطلع معايا 1 على 6 الكل اس كام يا شباب؟ 5. 5 هتطير مع 5 يبقى س م بيساوي، ركز معايا في الحته دي، 1 على 6 يبقى طلع معايا بكام يا شباب؟ 1 على 6. سؤال سهل جدا وبسيط ومش محتاج اي مشكله. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 19. بيقول لك مفكوك 2 س ناقص 1 على س الكل اس 10 حسب قوه س التنازليه، فان قيمه معامل س ناقص 2. مفيش اي مشكله، هنقول ح ر زائد 1 بتساوي، عندي هنا 10 ق ر، انا ما اعرفش دي بكام، مفيش اي مشكله يا مستر، كمل معايا. في، ركز معايا بوس ايدك، هنقول ايه براحه واحده واحده. سالب 1 على س الكل اس ر في 2 س الكل اس 10 ناقص ر. ماشي، يبقى بتساوي 10 ق ر في سالب 1 اس ر في س اس سالب ر، طلعت الس فوق، في الاثنين لوحدها 2 اس 10 ناقص ر في س اس 10 ناقص ر. جمع يبقى 10 ق ر في سالب 1 اس ر في 2 اس 10 ناقص ر. وخد لي السين مع السين، جمع السين يبقى السين هنا اس سالب ر، وعندي في س اس 10 ناقص ر بتساوي كل ده س اس كام؟ سالب 2. يعني س اس 10 ناقص سالب وسالب يبقى سالب 2 ر بتساوي س اس سالب 2. يعني 10 ناقص 2 ر بتساوي سالب 2. هودي ال 10 بعكس اشاره يبقى سالب 10، يبقى السالب 2 ر بتساوي سالب 12. اقسم على سالب 2 على سالب 2 يبقى ر عندي بتساوي 6. ادي ر بتساوي 6 يا مصطفى. ماشي، عوض يلا. يبقى 10 ك 6 في سالب 1 اس 6 في 2 اس، عندك 10 ناقص 6 بكام؟ ب4. يبقى 10 ق 6 في 1 طبعا هتطلع بواحد زي ما هي عشان الاس بتاع زوجي في 2 اس 4. وتعالى نعملها على حسب. يلا بينا يلا بينا. طلعت معايا بكام يا مستر؟ 3360. في اي مشكله يا حبايبي؟ صعب الموضوع؟ صعب؟ طيب خلي بالك منها عشان مهمه جدا 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 جدا. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في مفكوك 2 زائد س كل اس 7 زائد 7 اس س تربيع 2 زائد س كل اس 6. يعني ده كده مقدار، مفيش اي مشكله. ماشي، وعندك س تربيع لوحدها مقدار. ماشي كمل. 21 اس س اس 4 في 2 زائد س اس 5 زائد، ماشي وهكذا. بيقول لي اذا كان الحدان الاسطان متساويين فان قيمه س بتساوي ايه؟ الحدين متساويين. ماشي، انا هعمل الاول المفكوك بتاعي يبقى 2 زائد س زائد س تربيع وكل اس كام يا شباب؟ 7. ده المفكوك بتاعي 2 اس زائد س وكل اس كام؟ 7، لان دي ب7 ودي ب7. تعالى نفك كده 2 زائد س وكل اس 7 والاخير س اس 2 اس 7 يعني س اس 14. ماشي، الحدان متساويين يعني 2 زائد س بتساوي س تربيع. في اي مشكله؟ طيب ودي لي دول بعكس الاشاره يلا. يبقى س تربيع ناقص س ناقص 2 بيساوي 0. احلل افتح قوسين قد بعض يبقى س وس 2 في 1 حاصل ترقيم 1
الشرف نص زي مع الكبير والتاني عكسه، يبقى س هنا بتساوي 2، يبقى فاذا س هنا بتساوي -1. يبقى س بتساوي 2 وس بتساوي -1. في اي مشكله يا شباب؟ يلا بينا يا حبايبي نخش على السؤال رقم 21. بيقول لي الحد الذي له اكبر معامل في المفكوك، اكبر معامل في المفكوك بيساوي معامل الحد الاوسط. طيب يا مستر هات لي الحد الاوسط كده. الحد الاوسط هو الاس 10، يبقى 10 زائد 2 على 2 بيساوي كام يا عم عمر؟ بيساوي 6 يعني حاصل. في اي مشكله؟ طيب تعال نشوف السؤال رقم 22. بيقول لك مفكوك س اس 2 زائد 1 على س كل اس 13 حسب قوه س التنازليه مجموع معاملي الحدين الاوسطين. هات لي الحد الاوسط ونجمع المعاملين بتوعهم مع بعض. يبقى هنا الاس فردي يبقى 13 زائد 2 زائد 1 على الاثنين بيساوي 14، 2 بقى 7. وهنا 13 زائد 3 على الاثنين يبقى 8. يعني ح 7 وح كام يا شباب؟ 8. طيب مجموع المعاملين مع بعض ماشي. هات لي معامل ح 7 الاول يبقى 13 ق 6، وهات لي معامل ح 8 اللي هو 13 ق عندي 7. هنجمعهم مع بعض يبقى 13 ق 6 زائد 13 ق 7 بيساوي 14 ق 7. ماشي يا مستر. يبقى الاجابه عندي رقم ج. تعال نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 23. بيقول لي في مفكوك س اس 2 زائد 1 على 8 س كل اس 13 حسب قوه س التنازليه اذا كان الحد الرابع ح 4 بيساوي الحد ال 11. ماشي، فهنا قيمه س بتساوي كام؟ طيب هات لي الحد الرابع والحد ال 11 الاول. الحد الرابع هنقول بيساوي ايه؟ 13 ق 3 في 1 على 8 س بكل اس 3 في س اس 2 بكل اس عندي ادي هنقول 13 ناقص 3 10 بيساوي الحد ال 11 اللي هو 13 ق 10 في 1 على 8 س اس ال 10 في عندي س تربيع كل اس كام يا عم عمر؟ 13 ناقص 10 3. زدت من النبي كمان صلاه عليه افضل الصلاه والسلام. طيب هنا ادي ال 13 ماشي مفيش اي مشكله. هنجمع الحدين الاول. طيب عندك ادي 13 ق 3 وهنا 13 ق 10. ماشي يا مستر، نظبط الدنيا مع بعض. تعال نجيب الناتج بتاعهم على طول. في ركز معايا هنا هنودي دي بعكس الاشاره، نودي دي نجيب دي بعكس الاشاره كده، لا نودي دي بعكس الاشاره ونجيب دي بعكس الاشاره. يبقى في س اس عندي دي اس 10 ودي اس 3 يبقى س تربيع وكل اس كام؟ عندي ادي 7 وهنا مضروب في 1 على 8 س وكل اس برضه 3 و10 كام؟ 7. يبقى 13 ق 3. تعال نشوف هتطلع بكام بالراحه الاول. 13 ق 3 براحه معايا ماشي و13 ق 10 ما هو الاثنين زي بعض هيتجوا برضه مع بعض. يبقى س تربيع بيساوي 7 مع السبعة 1 على 8 س. نعمل وسطين في طرفين يبقى س اس التكعيب 8 س تكعيب بيساوي 1 على 8. مفيش أي مشكلة. هتساوي 1 قسمنا على 8 طبعا يبقى س تكعيب بتساوي 1 على 8. هاخد الجذر التكعيبي للطرفين يبقى س بتساوي 1 على الاثنين. ماشي يا مستر. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 24. بيقول لي إذا كان معامل س تربيع وس أس 3 متساويان في مفكوك ده فإن ك بتساوي ايه؟ زيد النبي كمان صلاه. ماشي يا مستر. هنقول ح ر زائد 1 بتساوي 9 ك ق قصدي اللي هي ر في. ماشي يا مستر. هنقول معايا ك س بكل اس ر في عندي 3 اس 9 ناقص ر. مفيش اي مشكله. طيب عندي طبعا هنا ظبطها شويه 9 ق ر في ك اس ر في س اس ر في 3 اس 9 ناقص ر. مفيش اي مشكله يا مستر. طيب عندي هنا ر مره بتساوي 2 ومره بتساوي 3 حسب المعاملات بتاعتي. صح كده؟ طيب انا هعوض مره عنها ب 2 ومره عنها بايه؟ ب 3 ونشوف القيمه بتاعتنا الجميله هتطلع معانا ازاي بالراحه واحده واحده كده وتعالى نشوفها مع بعض. زيد النبي كمان صلاه. مفيش اي مشكله يا مستر. وانا كان عندي الاثنين دول اصلا بيساووا بعض. ماشي. اقول 9 ق ب 2 في ركز معايا ك اس 2 في 3 اس 9 ناقص
2 يبقى 7 بيساوي كمل 9 ماشي يا مستر ق 3 في ك أس 3 في 3 أس 9 ناقص 3 كام؟ 6. في أي مشكلة؟ طيب صعبة؟ تعالى نطلع دي مع بعض وبراحة واحدة واحدة بس. بص يا مستر بالراحة واحدة واحدة. 9 ق 2 و9 ق 3 مفيش فيها أي مشكلة. ماشي وعندي هنا ق تجميع أوديها بعكس الإشارة مفيش أي مشكلة. وعندي هنا التلاتة 7 أس 1 يبقى 3 ماشي. تعالى نفك 9 ق 2 طلعت معايا ب 36 في 3 طبعا هتروح الناحية التانية التلاتة دي هتيجي الناحية التانية يبقى 3 بتساوي لأن دي أس 7 ودي أس 6. عندي ق تربيع هتروح بعكس الإشارة و9 ق 3 طلعت معايا بكام؟ ب 84 ماشي مضروبة في ك. يلا يا مستر يبقى ك بتساوي اقسم على 84 على 84 يبقى 3 في 36 على 84. تعالى نعملها على حاسبة بسرعة. طلعت معايا 9 على 7 ماشي يا مستر. يلا بينا يا شباب نخش على السؤال رقم 25. بيقول لي الحد الخالي في المفكوك ده ماشي. نعمل المفكوك ده 2 1 زائد س زائد 2 على س وكل أس كام يا عم أنور؟ كل أس 6 مفيش أي مشكلة. يلا نفك. يبقى ح ر زائد 1 بيساوي هننزل يلا 6 ق ر. ناخد الواحد الأول أس ركز معايا بالله عليك عشان مهمة جدا. 6 ناقص ر في التاني س زائد 2 على س وكل أس إيه يا عم أنور ر. طيب أنا عايز أفك ده يا مستر ماشي اللي هو س زائد 2 على س وكل أس ر. أفكه إزاي؟ أقول ر ق ك ما عنديش طبعا في س أس ركز معايا ر ناقص ك في 2 على س أس ركز معايا بالله عليك عشان مهمة جدا. هنقول ك بس. في أي مشكلة؟ ده المفروض بتاعي اللي أنا كنت شايفه مفيش أي مشكلة. طيب يا مستر تعالى نبسط الدنيا شوية كمان مفيش أي مشكلة. يبقى كله بقى مع بعضه أو نبسط لسه الأول ر ق ك في 2 أس ك في س وجمع الس عندي أس سالب ك يبقى ر ناقص 2 ك لأني خدت الس مع الس. في أي مشكلة؟ طيب صعب كده؟ طيب هات لي بقى المفكوك العام كله كده بالراحة واحدة واحدة. يبقى الأولاني كان 6 ق ر في عندي ر دي ر ق ك ماشي مفيش أي مشكلة في 2 أس ك مفيش أي مشكلة في س أس ر ناقص 2 ك. ده المفكوك العام بتاعي. طيب عوض لي بقى على ر. طيب احنا كده هنساوي المفكوك ايه؟ يبقى دلوقتي هنقول ب 2 ر ناقص 2 ك بيساوي صفر. نساويها بالصفر ماشي يا مستر. عوض عن ر وك ر بصفر و2 و4 و6. لما اعوض عن ر بصفر يبقى برضه الكاف بصفر ب2 يبقى ب1 ب4 ب2 ب6 بكام؟ ب3. لو عوضت تطلع معايا ماشي. يلا نعمل المفكوك كله ماشي. ركز معايا بقى براحه واحده واحده. هنقول 6 نغير اللون ق صفر ر بصفر مضروبه في عندك ر بصفر صفر ق صفر مفيش اي مشكله مضروبه في ركز ابوس ايدك 2 أس ك اللي هي بكام؟ بصفر. في اي مشكله كده؟ طيب خلصنا الجزء الاولاني زائد هات لي الجزء الثاني 6 ق ب2 ر ب2 مفيش اي مشكله يا مستر. عندي مضروبه في 6 ق عندي الكاف بكام؟ بواحد في 2 أس 1 زائد كمل يا مستر. عندي 6 ق 4 في 6 ق 2 في 2 أس 2 زائد 6 ق 6 في 6 ق دي ب3 مضروبة في 2 أس 3. في أي مشكلة؟ طيب تعالى نعمل ده كله على حسبة بالراحة واحدة واحدة عشان ما نتلخبطش. طلعت معايا مستر ب 581. سؤال مهم جدا خلي بالك منه. صعب؟ طيب تعالى نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي سؤال رقم 26 إذا كان الحد الأوسط في المفكوك ده بيساوي كده. الحد الأوسط اللي هو 10 زائد 2 على الاتنين يعني حاصل ماشي مفيش أي مشكلة. يساوي 63 على 8 أوجد قيمة س.
حيث س قياس اصغر زاويه موجبه. زيد النبي كمان صلاه براحه واحده واحده، مفيش اي مشكله يا مستر. يعني ح 6 كده بتساوي 63 على 8 صح كده؟ ماشي. يبقى 10 ق 6 يعني ربع 5 في 1 على س وكل اس. ركز معايا انا بقول ايه بقى؟ 10 ناقص 5 اللي هي كام؟ 5 في س جا س وكل اس كام يا عم انور؟ 5. كل ده بيساوي 63 على 8. في اي مشكله؟ يبقى 10 ق 5 في 1 اس 5 بواحد، يبقى في س اس سالب 5 عشان اطلعها فوق. مفيش اي مشكله، او سيبها 1 على س اس 5 دلوقتي. في عندك دي س الله س اس 5 في جا س اس 5. في اي مشكله؟ طيب صعبه كده؟ مفيش اي مشكله، نمسح دي. يلا يا مستر كل ده بيساوي كام؟ 63 على 8. تعال نفك يلا ال 10 ق 5. تعال نعملها يلا 10 ق 5 تطلع معايا ب 252 في س اس 5 مع س اس 5 هتروح، هيتفضل لي جا س سا 5 س. مفيش أي مشكلة، بيساوي 63 على 8. هنضرب هنا في العكس، في 8 على 63 وهنا في 8 على 63، يبقى جا س أس 5 بيساوي 1 على 32. هاخد الجذر الخامس اللي هو جا س بتساوي 1 على 2. في أي مشكلة يا شباب؟ طيب جا س بتساوي 1 على 2 اللي هي جا س بتساوي نص اللي هي باي. تعال نطلعها بس الأول كده، اللي هي 30 اللي هي جا بتساوي باي على الست اللي هي 180 على 6. يلا بينا يا حبايبي نخش على السؤال رقم 27. بيقول لي اذا كان معامل الحد الاوسط في المفكوك ماشي يا مستر س زائد ا على س كل اس 12 يساوي 924، فان مقياس س بيساوي. زيد النبي كمان صلى عشان السؤال ده مهم جدا ومحترم وعايزين نركز عليه شويه عشان السؤال ده مهم جدا. زيد النبي كمان صلى. طيب بجاح هو هنا نون يا مستر بتساوي كام الاول؟ بتساوي 12، مفيش اي مشكله صح كده؟ ماشي. انا عايز اظبط الحد الاوسط، يبقى رتبه الحد الاوسط بتساوي ايه يا عم انور؟ ركز معايا بقى، بتساوي نون زائد 2 على 2. تمام مفيش اي مشكله يا مستر. نون بكام؟ ب 12 زائد 2 على 2 يبقى 14 على 2 فيها كام؟ بقى 7. مفيش اي مشكله، حلو كده. طيب هو عايز ايه يا مستر؟ فهنا مقياس الالف ح، انا هجيب له الحد الاوسط اللي هو ح 7. في مشكله؟ طيب تعالى نجيب ح 7. ح 7 اللي هو بيساوي ايه يا مستر؟ 12 ق 7 6 قصدي 12 ق كام؟ 6 في ا على س وكل اس 6. مفيش اي مشكله يا مستر، مضروب في س وكل اس 6 برضه. ليه 6 يا مستر؟ لان ركز معايا 12 من 6 يدينا ايه؟ 6. صعب الموضوع؟ طيب تعالى نكمل. يبقى 12 ق 6 في ركز معايا بالله عليك ا اس 6 في س اس سالب 6 في س اس 6. في اي مشكله يا عم انور؟ طيب مفيش اي مشكله. كل ده المفروض بيساوي كام؟ 924. عسل 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 مفيش اي مشكله. السين هتروح مع السين يبقى 12 ق 6. تعال نطلع 12 ق 6 بكام على الآلة الحاسبة الأول؟ أدي 12 ق 6 طلعت معايا ب 400 ماشي 900 برضو 24. أ أس 6 بتساوي 924. نقسم على 924 على 924 يبقى أ أس 6 بتساوي 1. طبعا يبقى أ بيساوي موجب أو سالب 1. مفيش أي مشكلة يا مستر. احنا قلنا مقياس الألف يبقى الألف بيساوي كام يا عم أنور؟ بيساوي 1 وخلصت الحكاية على كده. يبقى الألف عندي بيساوي كام؟ 1. صعب الموضوع؟ طيب صعب. تعالى نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 28 سؤال سهل وبسيط برضه. بيقول لي ايه؟ ماشي الحد الخامس من النهاية في مفكوك كذا. ما دام قال لي رتبة الحد الخامس من النهاية يبقى عكس. مفيش أي مشكلة يا مستر يلا عكس. يبقى سالب 1 على س زائد س تربيع وكل اس كام يا عم انور؟ كل اس 13. صعب الموضوع يا عم انور؟ صعب الموضوع؟ لا يبقى يلا يا عم بجاحة. انت عايز ايه؟ ح 5 يبقى ح 5 كانت بتساوي 13 ق 4 في س تربيع وكل اس كام يا عم انور؟ كل اس 4 في كمل معايا سالب 1 على س وكل اس 13 ناقص 4 كام؟ 9. في اي مشكله؟ طيب تعال نطلع دي على حل 13 ق 4. ادي 13 ق 4 طلعت معايا بكام يا عم انور؟ 13 شفت على 4 طلعت معايا ماشي ب 715. اقول في سالب 1 اس 9 مفيش اي مشكله. تمام في س اس سالب 9 في س اس 8. صعب كده؟ طيب يبقى هنا
التوتال 715 س أس سالب واحد في سالب واحد، مفيش أي مشكلة تبقى بسالب عشان الأس فردي في س أس سالب واحد. في أي مشكلة؟ طيب موجودة؟ سالب 700. أيوه أيوه الإجابة رقم ب. صعبة الحكاية؟ صعبة؟ طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 29 سؤال سهل جدا برضه بسيط مفيش فيه أي مشكلة. تعال نشوفه مع بعض. بيقول لي ايه؟ مجموع معاملي الحدين الاوسطين في س تربيع زائد ا على س الكل اس 13 يساوي يزيد النبي كمان صلاه. مجموع الاوسطين عندي يبقى ح 7 الاوسط وح كام؟ 8. عايز اجمعهم مع بعض يا مستر مفيش اي مشكله. ح 7 اللي هي المعامل بتاعها 13 ق 6 زائد 13 ق 7 اللي هي هتدينا يا مستر 14 ق 7. طب 14 ق 7 انت حليت لي واحده زيها يا مستر اهي، ولكن ما قلتليش جت ازاي. يا عم الحاج القاعده كانت بتاعتي كانت بتقول ايه؟ ركز معايا. بنقول ن ق ر ناقص 1 زائد ن ق ر بتساوي ن زائد 1 ق ر اللي هي رقم ب. في اي مشكله بالنسبه لك؟ صعب الموضوع؟ طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 30 وركز فيه عشان سؤال مهم جدا 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 جدا. طيب زدت من النبي كمان صلاه. بيقول لي 1 زائد ا س كل اس ن بتساوي 1 زائد 8 س زائد 30 أس س تربيع وهكذا، فإن ن زائد 8 أ بيساوي زيد النبي كمان صلاة وبراحة واحدة واحدة. هو 1 زائد أ س امشي بقى امشي بقى امشي بقى امشي بقى. 1 زائد أ س ركز معايا بالله عليك، وكل أس إيه؟ ن بتساوي يا مستر أدي 1 زائد ن ق 1 مفيش أي مشكلة في أ س زائد ن ق 2 في أ س بس بكل تربيع وهكمل صح كده؟ ماشي. ن ق 3 في أ س الكل أس كام؟ 3 مفيش أي مشكلة يا مستر. عسل ماشي. إيه المطلوب؟ خلصنا دي ماشي. يبقى هنقول إيه؟ ركز معايا. هو أنا قلت هنا إيه؟ ن ق 1 أ س يعني ن أ س طلع بيساوي لنا كام؟ إيه ده 8 س صح كده؟ ماشي. يعني ن أ بيساوي كام؟ 8 س هتيجي مع الس. يبقى طلعت ان النون الف يا مستر ب 8. صعبه؟ طيب مفيش اي مشكله. يعني ممكن اقول ان الالف بيساوي اقسم على النون ان الالف بيساوي 8 على نون. طيب ماشي يا مستر كمل حاضر براحه واحده واحده عليا عشان السؤال مهم جدا. طيب هنعمل ايه يا مستر؟ هنشوف اللي بعدها ن ق 2 ولكن هنعملها مع بعض. يبقى ن ناقص 1 على 2 في أ تربيع بيساوي 30 اللي هي مستر ما هي بيساوي 30 عندي. مفيش أي مشكلة. أعمل إيه يا مستر؟ مفيش أي مشكلة. بص معايا هقول ن ناقص 1 على الاتنين في ركز معايا بالله عليك. الألف تربيع أربع الألف ماشي ب 8 تربيع ب 64 على ن تربيع بتربيع بيساوي كام؟ 30. مفيش أي مشكلة يا مستر. صعبة؟ لا مفيش أي مشكلة. تاني هو ألف تربيع وربعت الألف مفيش أي مشكلة. طيب اعمل ايه بعد كده يا مستر؟ يعمل وسطين في طرفين ماشي يا مستر. ده في ده وده في ده ماشي. عندك ادي ن في ن بنون تربيع وعندك ادي ن في سالب ن بسالب ن يبقى ن تربيع ناقص ن على ركز معايا بالله عليك اضرب المقام في المقام 2 في ن تربيع يبقى 2 ن تربيع ماشي. او ممكن اختصر على الاثنين فالواحد على الاثنين فال 32 ماشي على ن تربيع في 32 بتساوي 30. اختصرت مفيش اي مشكله يا مستر. صعبه؟ طيب تعال نشوف اللي بعد. ايه يا مستر؟ هنعمل وسطين في طرفين نعمل وسطين في طرفين يا باشا. يلا يا باشا. يبقى ن تربيع ناقص ن على ن تربيع في 15 على 16 واعمل وسطين في ايه؟ في طرفين تطلع معايا المعادله وتعالى نكملها مع بعض. ادي المعادله بص معايا ركز معايا عشان مهم جدا. عملت وسطين في طرفين يا مستر. عملت وسطين في طرفين وديت دي بعكس الاشاره ضربتها تطلع ب 15 على يعني دي 32 على 1 اضربها في 1 على 32 طلعت معايا 30 على 32 قسمت طلعت معايا 15 على 6. في اي مشكله صعبه؟ طيب مفيش اي مشكله. تعالى يلا نضرب وسطين في طرفين 16 في ن تربيع عادي ب 16 ن تربيع وعندك 16 في ن بسالب 16 ن وعندك ادي ن تربيع في 15 بموجب 15 ن تربيع. في اي مشكله؟ صعبه؟ طيب كل ده بيساوي ايه؟ صفر. 16 ن تربيع و15 ن تربيع مفيش اي مشكله بس دي سالب 15 ن تربيع ماشي يا عم. يبقى ن تربيع ناقص 16 ن بيساوي صفر. اخد ن عامل مشترك فضل ن ناقص 16. في اي مشكله كده؟ يبقى ن هنا بتساوي صفر والن هنا بتساوي 16 بعكس 16 بتساوي كام؟ 16.
صعبه. طيب انا طلعت ان النون بتساوي كام يا عم انور؟ 16. نتاكد بس منها. طلعت ان النون بتساوي 16. ماشي. هو الالف كان بيساوي كام يا عم انور؟ 8 على نون اللي هي 8 على 16. 8 في 4 16 يبقى 1 على 2 يبقى بنص. يبقى الالف طلع معايا بكام؟ بنص. هو انت عايز ايه يا عم انور؟ الالف طلع معاك بنص. عايز ايه؟ عايز نون زائد 8 الف بيساوي نون بنص زائد 8 في الف اللي هي كام؟ الف عندي لا نون بكام؟ ب 16 زائد 8 في نص. طلع بيساوي كام؟ تعالى نطلع الناتج بتاعنا بكل سهوله. طلع يلا بينا يا حبايبي نخش على سؤال رقم 31. بيشوف يقول ايه؟ بيقول لي في مفكوك ا ناقص 2 ب كل اس 19 اذا كان ح 4 زائد ح 5 بيساوي صفر. مفيش اي مشكله. تعالى نكمل. فإن ا الى ب. طيب انا هطلع الالف واطلع البي وبعدين ربنا يحلها. ماشي. القانون بتاعي العادي اللي احنا بنشتغل عليه. اقول ح ر زائد 1 بيساوي، ركز معايا بقى، 19 ك ر. في اي مشكله؟ ركز معايا. 19 ك ر في، ركز معايا، هقولها سالب 2 ب وكل اس سامعك ر في الف اس كام يا عم الحاج؟ 19 ناقص ر. في اي مشكله؟ طيب زدت من النبي كمان صلاه عليه السلام. بيساوي، ركز معايا بقى، هقول سالب 2 ركز معايا بكل اس ر في، فصص لي المساله واحده واحده، فصص لي المساله واحده واحده بكل سهوله. ماشي يا مصر. في 19 ك ر في، ركز معايا بقى، ب بكل اس ر في الف بكل اس 19 ناقص ر. مفيش اي مشكله. وكنا قلنا هنا بالراحه واحده واحده ان ح 4 زائد ح 5 بيساوي صفر. تمام مفيش اي مشكله. يعني ممكن اقول ان ح 4 بيساوي سالب ح كام؟ 5. صعبه القصه؟ لا يا مستر. يلا نطبق عليها نفس المساله وبالراحه واحده واحده. ماشي يا مستر. بما ان دي ان ح 4 ناقص ح 5 بتساوي صفر، يبقى ح 4 بتساوي سالب ح كام؟ 5. مفيش اي مشكله. يلا نعوض يا مستر. يلا نعوض. يبقى سالب 2 وكل اس 3 في 19 ك 3. ركز معايا. خلصنا دي. ماشي. في الف اس، شيل من 19 3 يبقى 16. مفيش اي مشكله. خلصنا القصه. خلصنا القصه. كمل. بيساوي ايه يا مستر؟ نفس الكلام برضو بس هجيبها بالطريقه الثانيه اللي هو، ركز معايا، بوس ايدك وبالراحه. سالب 8 كل اس كام يا مستر؟ احنا بنقول ايه بقى؟ ركز. 4 في، ركز معايا، 19 ك 4 في ب اس 4 تمام الف اس 15. 19 ناقص 4. في اي مشكله؟ طيب صفي لي الاولانيه وصفي لي الثانيه او حط الاثنين على بعض. يبقى ب اس 3 الف اس 16 على ب اس 4 الف اس 15 بيساوي، ركز معايا، يبقى 16 في 19 كاف 4 على، ادي يا مستر، بسم الله الرحمن الرحيم، سالب 8. ماشي. لا مش تربيع بقى، سالب 2 تربيع بقى، سالب 2 تربيع بسالب 8. مفيش اي مشكله. سالب 8 في، عندي قلنا 19 ك 3. يبقى هنشيل الب، اتفضل فوق تحت ب واتفضل فوق الف، طاير مع بعض ونقسم الاثنين دول على بعض. هنعمل معاها حاسبه. يطلع معايا الالف على ب بيساوي كام يا مستر؟ 8 على 1. يبقى الالف الى ب بيساوي، ابوس ايدك ابوس ايدك، 8 الى 1. خلي بالك منها عشان مهمه جدا. صعب الموضوع؟ صعب. تاني نتاكد بس. قسمناها طلعت مظبوطه و100 100 مفيش فيها اي مشكله. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده يا مستر براحه واحده. معلش السؤال اللي بعده مهم جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف مع بعض. يلا السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ السؤال رقم 32. بص معايا يا باشا. بيقول لي اذا كان معامل ح اس 6 ح 3 الى معامل ح 4 بيساوي ايه يا عم انور؟ ماشي. بيساوي سالب 1 الى 2 في مفكوك س ناقص 1 على 2 س ن. فان ن بتساوي، زيد النبي كمان صلاه براحه واحده. انا هقول معامل ده على معامل ده، يعني معامل ح 4 على معامل ح 3. ماشي. ادي معامل ح 4 على معامل ح 3 بيساوي 2 على سالب 1 اللي هو بكام يا عم انور؟ بسالب 2. مفيش اي مشكله. يبقى ن ناقص ر زائد 1 على ر في معامل تاني على معامل الاول، معامل الثاني على معامل الاول بيساوي كام يا عم انور؟ سالب 2. ماشي. طبق. يلا. ن ناقص 3 زائد 1 على ر اللي هي 3 في معامل الاول اللي هي سالب نص على معامل الثاني بواحد بيساوي سالب 2. السالب هيتجمع مع السالب و2 في النص على طول. يبقى اضرب المعادله كلها في 6 عشان اطير كل ده. طيب مفيش اي مشكله.
زيد النبي كمان صلاه، نضرب في 6 وبالراحه واحده واحده، وتعالى نطلع معادلتنا. يبقى اضرب في 6 يبقى ن ناقص 2 على، ركز معايا، 6 بيساوي 2، صفر طرفين يبقى ن ناقص 2 بيساوي 2 في 6 ب 12، اودي الاثنين بعكس الاشاره يبقى موجب 2، يبقى ن بتساوي 14. عسل عسل. زيد النبي كمان صلاه، ماشي يا عم. تعالى نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 33، سؤال سهل برضه ومحترم، وتعالى نشوفه مع بعض. بيقول لي مجموع المعاملات في مفكوك 2 على س ناقص 3 على س كل اس 24 يساوي مجموع المعاملات كلها. لايجاد مجموع المعاملات كلها بنضع س طبعا بتساوي 1، صح كده يا شباب؟ بنضع س بتساوي 1، مفيش اي مشكله. في المفكوك بعد ما نحط س بتساوي 1 عوض، حاضر يا مستر، يبقى 2 على 1 ناقص 3 في 1 بكل اس 24. ماشي يا مستر، 2 على 1 فيها كام يا شباب؟ 2. 2 ناقص 3 يدينا سالب 1 وكل اس 24 هيدينا 1 لان الاس بتاعي ايه؟ زوجي. يبقى الاجابه عندي رقم دي. صعبه؟ طيب زيد النبي كمان صلاه. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ سؤال رقم 34 بيقول لي في مفكوك ا على س زائد ب على س كل اس 12 معامل س اس سالب 10 يساوي كذا. طيب زيد النبي كمان صلاه وبراحه واحده واحده. عشان اجيب المعامل انا هعتبر ان انا مش عارف، انا كنت بقول قانون العامل اللي هو ح ر زائد 1 بيساوي ن ق ر في الثاني اس ر في الاول اس ن ناقص ر، صح كده؟ مفيش اي مشكله يا مستر، اشتغل عليه. يلا يا باشا، 2 ق ر في الثاني عندي ب س، يبقى ب س كل اس ر في الاول ا على س كل اس ن ناقص ر اللي هي 12 ناقص ر. مفيش اي مشكله يا مستر، طلع بالراحه واحده واحده ووجد المساله ووزع دي ووزع دي عشان نظبط الدنيا. حاضر، يبقى 12 ق ر في ب س، يبقى ب اس ر في س اس ر في ا اس 12 ناقص ر في س اس 12 ناقص ر. طيب عشان اسويها بده هقول ان الس كده اس 12 ناقص 2 ر، لان حلينا عليها كتير بقى، دي مع دي. ماشي، كل ده بيساوي س اس كام؟ هو قال لي س اس كام؟ سالب 10. يعني 12 ناقص 2 ر بتساوي سالب 10، اودي 12 بعكس الاشاره يبقى سالب 12، يبقى سالب 2 ر بيساوي سالب 22 على سالب 2 على سالب 2 تطلع معايا ر بكام؟ ب 11. صعب يا مستر؟ طيب انا طلعت معايا ر بكام؟ ب 11. هنقول تاني، يبقى 12 ناقص ر، هقول تاني بالراحه واحده واحده عشان اطلع معايا ر وابدا بناء عليه اشتغل عليه. ماشي، طلعت ر ب 11 مفيش اي مشكله. يبقى سالب، لا ما انا هقسم على السالب بقى. لا لحظه 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 عشان السؤال ده مهم جدا جدا جدا. لا هنا العكس. ماشي يا مستر، يبقى 2 لحظه يبقى هنقول ايه؟ معلش، يبقى هنقول 2 ر ناقص 12 بتساوي 10 سالب 10، اودي 12 بعكس الاشاره بموجب 12، يبقى 2 ر بتساوي 2 على 2 على 2، يبقى ر بتساوي كام؟ 1. عوض في القانون بتاعك اصلا او في المعامل بتاعك. ماشي، يبقى 12 ق 1 مفيش اي مشكله. ها، في ب اس طبعا 1 في ا اس احنا قلنا 11 لان 12 ناقص 1 11، في اي مشكله يبقى 12 ب ا اس 11. ده المعامل 12 ب ا اس 11، 12 ا اس 11 ب. ماشي، هي في اي مشكله؟ الاجابه رقم ب. صعبه؟ طيب اتاكد منها تاني. لا تمام، بس مفيش اي مشكله. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 35 بيقول لي اذا كان الحد الرابع هو الحد الخالي من س في مفكوك 2 س على 3 ناقص 3 على 2 س وكل اس ن. زدتك من النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش اي مشكله يا مستر، نفس الكلام اللي احنا كنا بنحل عليه. ح ر زائد 1 بتساوي ن ق ر في الثاني اس ر. ماشي، يبقى سالب 3 على 2 س وكل اس ر في الاول 2 س على 3 كل اس ن ناقص ر. في اي مشكله؟ طيب خلي ده لوحده وخلي ده لوحده وظبط الدنيا معايا ومفيش اي مشكله. بس صعب الموضوع؟ ماشي، يبقى سالب 3 على الاثنين وكل اس ر في 2 على 3، خد لي الارقام لوحدها الاول، اس ن ناقص ر. ماشي يا مستر، بعد كده خد لي ن ق ر في، ركز معايا، س وجمع س عندك هنا سالب ر ونون، يعني ن ناقص 2 ر، صح كده؟ يبقى ن ناقص 2 ر. في اي مشكله؟ خدت السين مفيش اي مشكله، يبقى ن ناقص 2 ر بتساوي، احنا قلنا الحد الخالي من س مفيش اي مشكله. ركز معايا، اللي هو 60 س هو قال لي ايه؟ الحد الخالي من س هو الحد الرابع.
هو الحد الايه الرابع. ماشي يا مستر، يعني ايه الحد الرابع؟ يعني عندي ب3. مفيش اي مشكله. يبقى عوض عن ر بكام؟ ب3 الاول. يبقى ن ناقص 6 بيساوي صفر، ودي بعكس الاشاره. يبقى ن بتساوي كام يا عم انور؟ 6. وطلعت عندي النون بكام؟ ب6. وهنا مديني الحد الرابع عشان اعوض عنه. في اي مشكله صعبه؟ طيب يبقى نشوف السؤال اللي بعده، سؤال مهم جدا ومحترم برضه. بيقول لي، وركز معايا، سؤال رقم 36. بيقول لي يا مستر الحد الخالي من س في مفكوك 7 س زائد 6 على س تربيع أس 12 حسب قوة س التنازلية هو ايه؟ زيد النبي كمان صلى نفس القصة بتاعتنا برضه. يلا ح ر زائد 1 بتساوي، مش عايزك تعمل لي بقى 12 ق، طبعا انا ما عنديش ر، يبقى ر في التاني أس ر. ماشي، يبقى سالب ولا موجب؟ لا استنى نتأكد منها بس كده. مفيش أي مشكلة. يبقى 6 على س تربيع كل أس ر، مفيش أي مشكلة. في 7 س كل أس ن ناقص ر اللي هي 12 ناقص ر. في أي مشكلة يا شباب؟ صعبة؟ طيب يلا يا باشا. يبقى 12 ق ر في 6 لوحدها أس ر في س تربيع طبعا أس ر. يبقى وخد لي السبعة الأول، يبقى 7 أس 12 ناقص ر في، هات لي الس لوحدها، يبقى س أس جمع السين عندك هنا 2 ر بالسالب، يبقى هتبقى 12 ناقص 3 ر. 12 ناقص 3 ر. في أي مشكلة؟ طيب يبقى 12 ناقص 3 ر بتساوي حسب قوة س التنازلية الحد الخالي من س بتساوي صفر، وادي 12 بعكس الإشارة يبقى سالب 3 ر بتساوي سالب 12. أقسم على السالب 3 على السالب 3 يبقى ر عندي بتساوي كام يا عم أنور؟ 4. طيب طلعت إن ر بتساوي 4. يبقى الحاء بتساوي كام؟ حاء 5. يبقى الحد الخالي من س هو حاء كام؟ 5. صعبة يا شباب؟ صعبة بالله عليك؟ طيب خلي بالك منها عشان سؤال مهم جدا 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 جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي ايه؟ سؤال رقم 37. إذا كان عدد حدود س زائد ص كل أس ن ناقص 3 11 حيث س لا تساوي ص فإن ن بتساوي، زيد النبي كمان صلى. عدد الصور عندي هقولها هي بالظبط. ماشي، يبقى ن س زائد ص كل أس ن ناقص 3. أنا عايز أجيب عدد الصور من ده مثلا. عدد الصور عندي بيكون هو إيه يا شباب؟ يبقى ن ناقص، ماشي، يبقى ن ناقص 3 زائد 1 بيساوي ايه بقى؟ ن ناقص 2. مفيش اي مشكله. ن ناقص 3 ناقص 1 اللي هي ن ناقص كام؟ 2. طرحتهم الاثنين من بعض يبقى ن ناقص 2 بتساوي 11. اودي الاثنين بعكس الاشاره يبقى موجب 2. يبقى ن بتساوي كام؟ 13. صعبه القصه؟ طيب يبقى السؤال رقم 2 ب. تعال نشوف السؤال اللي بعده، سؤال مهم جدا برضه لطيف. ده يبقى تاني هنقول ن ناقص 3 ونجمع عليها الواحد ونبدا نشتغل على نفس السؤال بتاعنا بكل سهوله ويسر. ماشي. سؤال رقم 38. اذا كان ا هو مجموع المعاملات في مفكوك 3 زائد 5 س كل اس 2 الكل اس ن، وكان ب هو مجموع معاملات مفكوك 1 زائد س تربيع كل اس ن، فان ا يساوي، هنطلع ده ونطلع ده ومفيش اي مشكله. ماشي، هنحط ان س بتساوي 1. ماشي يا مستر، عوض عن س بواحد وابدا اشتغل عليه، مفيش اي مشكله. يلا، يبقى 3 زائد 5 في 1 كل اس ن، يعني 3 زائد 5 8 اس ن. حطيت النون بواحد يا مستر؟ ماشي، يبقى 8 اس ن بتساوي ايه؟ انا عايز اجيب الالف، صح كده؟ ماشي، يبقى الالف بتساوي 8 اس ايه؟ ن، مفيش اي مشكله. بالمثل برضه يبقى 2، اركز فيها بالله عليك. لا هقول الب بقى. ماشي، يبقى 2 اس ن بيساوي الب بالمثل برضه، هساويهم الاثنين ببعض تاني. يبقى الالف بيساوي 8 اس ن. انا عايز اجيب الب يا مستر، مفيش اي مشكله. اقول ان الب بتساوي 2 اس ايه؟ ن. نفس الكلام تحت اهو، نفس الكلام تحت اللي هو جبتها منين؟ الناس اللي 1 زائد 1 الكل تربيع الكل اس ن، يعني 2 اس ن. قلت الالف بيساوي 8 اس ن والب بتساوي 8 اس ن، جبت دي لوحدها وجبت دي لوحدها. في اي مشكله صعبه كده؟ طيب زدت من النبي كمان صلاه. طيب براحه، واحده واحده. الالف 8 اس 2 دي اللي هي كام؟ اللي انا ممكن اقول عليها دي، اللي هي ممكن اقول عليها مستر 2 اس 3 الكل اس ن بيساوي ايه يا عم انور؟ بيساوي ايه؟ الف. طب ما حلوه دي، ما انا قلت ايه تاني؟ بجاح. يعني 2 اس 3 اس ن بيساوي كام؟ 2 اس ا. يعني ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول 2 اس ن وكل اس 3 بيساوي ايه يا عم انور؟ بيساوي الالف برضه. ماشي، عكست ما بينهم، هي ما انا كده كده هضربهم في بعض. ما هي 2 اس ن دي كانت بتساوي ايه؟ ب. يبقى شيل دي واحط مكانها ب. يبقى ب ايه؟ اس 3 بقى بتساوي ايه؟ الالف. يبقى الالف بيساوي ب اس 3. نقول تاني، ال 8 اس ن دي بتساوي الالف، خليناها 2 اس 3 كل اس ن
بتساوي الالف. خليناها 2 اس ن وكل اس 3 عادي، عكسنا بتساوي دي الالف، و2 اس ن اللي هي ب هنا عندي، يبقى الب اس 3 بتساوي الالف، يبقى الالف بتساوي ب اس 3. والله سؤال جميل، والله سؤال جميل جدا جدا فوق ما تتخيل. تعال نشوف السؤال اللي بعده. عدد حدود مفكوك س زائد ص كل اس 2025 ناقص س ناقص ص كل اس 2025 بعد التبسيط يساوي يزيد النبي كمان صلى ن عدد فردي طبعا، يبقى عدد الحدود بيساوي ايه؟ ن زائد 1 على الاثنين، صح كده؟ يلا يا عم. يبقى 2025 زائد 1 على الاثنين، 2026 على الاثنين تطلع معايا 2026 على الاثنين ب 1000 ثانية واحدة. 2026 على الاثنين طلعت معايا ب 1013 بس يا مستر، ب 1013. والله والله عادي جدا جدا جدا. طيب تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي عدد حدود مفكوك س زائد اس زوجي، ماشي، يبقى ن زائد 2 على الاثنين، صح كده؟ يبقى 2024 زائد 2 على الاثنين يبقى 2026 على الاثنين، تطلع معايا بنفس الناتج برضه 1113 برضه بس دي كانت زوجي ودي كانت ايه؟ كانت فرد. في اي مشكله؟ صعب السؤال؟ طيب صعب السؤال. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي اذا كان معامل ح ر زائد 2 يساوي معامل ح ر زائد 4 في مفكوك 1 زائد س كل اس 20 حسب قوه س تصاعديه فان ج بتساوي زيد النبي كمان صلاه. تعال نطبق بس كده بالراحه. احنا بنقول ح ر زائد 1 كانت بتساوي المفروض 20 ق ايه؟ ر في، ركز معايا، السين اس ر، وطبعا 1 اس اي حاجه مفيش اي مشكله فيه. طيب يا مستر راحه واحده واحده، دي اللي احنا جبناها صح؟ طيب هات لي ح ر زائد 4 الاول بتساوي ايه؟ زيد النبي كمان صلاه يبقى 20 ق ر زائد 3، زودت عليها 3 بس، ما انا بقول ر زائد 1 خليتها ر زائد 4 في س اس ر زائد 3، مفيش اي مشكله، ماشي. هات لي اللي بعدها ح ر زائد 2 يبقى 20 ق ر زائد 1 في س ر زائد 1، مفيش اي مشكله. قسمت دي وقسمت دي وخدت دي لوحدها وخدت دي لوحدها، خدت 20 ق ر زائد 1 وبتساوي دي ودي بتساوي دي، مفيش اي مشكله يا مستر. هو كان بيقول لي ايه؟ المعاملين دول بيساووا بعض. ادي معاملين بقى، المعامل بتاع ر ح ر زائد 2 بتساوي ح ر زائد 4. ح ر زائد 2 ب 20 ق ر زائد 1 دي لوحدها ودي لوحدها بتساوي 20 ق ر زائد 3. مفيش اي مشكله يا مستر. سويت الاثنين ببعض، ماشي، مفيش اي مشكله. يعني ايه يا مستر؟ براحه واحده واحده. بص معايا بقى، وزن النبي كمان صفر. يبقى ر زائد 3 زائد ر زائد 1 كل ده بيساوي كام؟ 20. ما هو الاثنين بيساوي بعض، بجمعهم مع بعض بساويهم بال 20. يعني 2 ر زائد 4 بتساوي 20، اودي الاربعه عكس الاشاره سالب 4 يبقى 2 ر بتساوي 16، اقسم على الاثنين على الاثنين يبقى ر بتساوي 8. الإجابة رقم. صعبة؟ نقول تاني السؤال ده عشان السؤال ده مهم جدا 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 جدا. ركز معايا بقى. بيساوي إيه؟ بص معايا يا باشا عشان السؤال ده مهم جدا جدا جدا. بيقول لي أنا جبت ح ر زائد 4 وح ر زائد 2 وبعد ما جبتهم الاثنين مع بعض سويتهم ببعض، وطبعا قلنا إن ده بيساوي ده وبجمعهم مع بعض بيساويهم بالنون، جمعتهم وسويتهم بالنون طلعوا معايا ر بيساوي كام؟ 8. سؤال رقم 42 بيقول لي إذا كان الحد الأوسط في مفكوك س تربيع زائد 1 على 2 س أس 10 أس زوجي يبقى ن زائد 2 على الاثنين، يعني 12 على الاثنين فيها 6، يعني ح 6 مفيش أي مشكلة يساوي 28 على 27. زيت النبي صلى الله عليه وسلم فك لي السؤال ويساويها ب 28 على 27 وحل. حاضر. ح ر زائد 1 بتساوي 10 ق ر في 1 على 2 أس س، ماشي خلاص، 1 على 2 أس س أس ر في الأول س تربيع أس 12 ناقص ر. في أي مشكلة؟ خد ده لوحده وده لوحده وساوي الاتنين ببعض وبراحة واحدة واحدة، ماشي يا مستر؟ أدي إيه؟ بص معايا، أدي النص أس ر براحة، ماشي، في 10 ق ر في، خد لي دي لوحدها مفيش أرقام تاني، يبقى س، السين اللي إحنا جمعناها مع بعض، ماشي، يبقى 2 يبقى 10 ناقص 2 ر، جمعت ر مع بعض. في أي مشكلة كده؟ صعب الموضوع؟ طيب انا عندي هنا لا 3 ر، لان دي هتبقى س اس 2 ر، ماشي مفيش اي مشكله. طيب المفروض ده كل ده هتساويه بايه؟ ركز معايا، يبقى نص
انت قلت ان دي ع 6 يعني ر بتساوي كام؟ 5. حاضر. دي ع 6 يعني نص اس 5 في 10 ق 5 في س ناقص 10 ناقص 3 في 5 بكام؟ 3 بكام؟ 15 يبقى 5. ماشي يا مستر، مفيش أي مشكلة. صعبة كده؟ طيب صعبة كده؟ طيب كل ده المفروض بيساوي كام يا عم أنور؟ بيساوي يا مستر 28 على 27. في أي مشكلة يا ولادي؟ في أي مشكلة؟ طيب أنا عايز س ناقص 5 وأدي ده بعكس الإشارة. نص أس 5 بيساوي 1 على 32 في 10 ق 5. تعالى نعملها آلة حاسبة. طلعت معايا ب 700 252 في س أس 5 بتساوي 28 على 27. وادي دول بعكس الإشارة، يبقى س أس 5 بتساوي ببعض 28 على 27 في 32 على 252. وديتهم مع بعض، ما ده على واحد ضربت ده في ده يبقى دي 25 على 32 بعكسها. يبقى س أس 5 بيساوي 2 على 3 كل أس كام؟ 5. 5 هتيجي مع 5 يبقى س بتساوي 2 على 3. طلعت كلمة س. ماشي. ده برضه مقالي بيقول لي ايه؟ سؤال رقم 43 اوجد ماشي و44 و45 قدامك بالظبط. حل بقى انت السؤال ده والسؤال